ينافس وبدأ يصدر. إذا العملية كلها عملية إنك تتيح فرصة لإدارة قوية، لإدارة واعية، لإدارة فاهمة، تقدر تدرس الموضوعات بحيث إن هي تقدر تنافس وتشوف الميزة النسبية عندها في إيه، تقدر تاخدها وتقلل التكلفة في الحتة دي. يعني أنت ترى حدود تدخل الدولة قد إيه في مسألة الصناعة بشكل عام؟ يعني هو التدخل الكبير مش مطلوب، لأن ده إيه هي الحدود اللي أنت شايفها لتدخل الدولة؟ حدود إنها تبقى إنها بتؤدي في الآخر لنتيجة إيجابية برضه للعامل المصري سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام. يعني هو الحدود ان هي برضه تعمل عمليه موائمه ما بين الاستيراد والتصدير، يعني استيراد المنتجات عموما المصنعه الكامله، لا دي يعني يكون فيها كوتا معينه زي ما بيحصل في اي دوله في العالم، في اوروبا في امريكا في كوتا محدده، وبالتالي بتفرض رسوم اغراق على اي دوله بتحاول تنزل بالمنتج، زي ما حصل في فتره من الفترات. مثلا بتكلم على الحديد عموما على اساس الحلوان والالمونيا والكلام ده، كان نقابه عامه هندسيه، فكان في فترة أوكرانيا بتنزل حديد بطريقة غير طبيعية، وبالتالي لازم الدولة تتدخل. يعني هل حضرتك في أوروبا بيسيبونا احنا ندخل أي حاجة؟ ما بيفرضوا علينا رسوم إغراق. يعني في لحظة ما بيقول لك لا خلاص أنت عديت الحدود وبالتالي ستوب هنا. كويس، يبقى في حدود معينة، إدارة اللي هو فكرة زي ما أنت سميتها تنظيم الاستيراد غير منظم. بالظبط. يعني دي أستاذ صلاح، إيه هي الحدود بتاعة تدخل الدولة اللي بتعتقدها عشان ضبط العملية الصناعة فيما تصب في النهاية برضه في صالح العمال؟ احنا مش عايزين أكتر من أن الحماية في حدود، في اتفاقية تجارة عالمية بتحط علينا شروط زينا زي غيرنا، احنا بننزل عنها وكأننا احنا أقوى من الدول اللي بره في المنافسة، عشان كده بننزل. التزم بالنسب المحددة أو المفروض عليك دوليا، نمرة واحد. نمرة اتنين، شوف الدول الأخرى، أنت ادي الدعم للفلاح، فلاح بحيث أنه يطلع قطن. القطن ده مش مجرد خامة نسيج، ده القطن بيطلع منه البذرة، الزيت، العلف، يعني أكثر من مشتق صناعي. يعني شوف بقى من الفلاح لغاية لما يبقى كل المراحل الصناعية دي بتشغل قد ايه. النهارده كل ده يعني انا بستورد زيت، ما انا ما عنديش بذرة اعصرها اطلع منها زيت. ما انا النهارده العمال اللي بتشتغل في محالج وقف، زي ما قلت يعني دعم الفلاح بحيث انه يقدر يطلع قطن زي ما هو القطن اللي بيجيني من بره غزل بيجي رخيص. ليه؟ لان البلاد بتاعته بتدعم الفلاح عشان تحافظ على المحصول. يعني خلينا اقول في الحقيقه ان عايزين نقول ان مجموعه السياسات دي بتؤدي الى خلق مشاكل بيعاني منها دلوقتي صاحب العمل في كثير من اصحاب العمل، وبيعاني بالتالي منها بتاثر بيها سلبا العمال. صاحب العمل اللي بيوقف نص المصنع يبقى بتساوي نص العماله وتطلع بره الشارع، تنضم لطابور البطاله، يعني كل باحجام مختلفه. تدي بطاله، بتدي مبرر بقى يعني النهارده مثلا في العلاوه 10%. احنا في مفاوضات شقه شركات الغزل والنسيج، توصلنا الى مع باتفاقيات مع 50 شركه من شركات القطاع الخاص في صرف علاوات، وده يعني يعتبر رقم قياسي، ولا زالت المفاوضات مستمره. يعني نقعد نتفاوض طول السنه لغايه ما يجوا ال 10% بتوع السنه اللي جايه، لغايه ما يجوا كده. وبعدين هو بيشتكي لك حتى اللي مش متعثر، معروف ان في مشاكل في الصنعه، اللي قادر اللي عنده تعاقدات وشغال ليل ونهار ومعدل الطاقه التشغيل كاملا بيعلل بانه المشاكل، انتوا عارفين مشاكل الصناعه مضروبه ومعموله، ويقعد بقى يعني يبكي لك حاله وعايز يبكيك معاه. شوف، هو الحقيقه يعني خليني اقول، انا كنت متوقع ان احنا بمجرد ما هنبدا الحوار والحديث حول موضوع العمال ان احنا نتكلم عن المشكلات الخاصه بالتامينات وبالاجور، ولكن انا وجدت في الحقيقه انا ما اراه الان امامي هو شكل من اشكال الرؤيه الاكثر المفاجاه حتى بالنسبه لي، الرؤيه الاكثر شموليه، رؤيه للمصلحه العامه اللي منها بتنعكس على المصلحه الخاصه. ودي مساله في الواقع انا يعني بحترمها جدا وبقدرها. يعني انا النهارده بقول ان ما اجره الان هو بالفعل شكل من اشكال اللي بتدل على الوعي لدى العمال مصر. هنقف عند قضايا العمال بشكل تفصيلي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
السادة والسادة، أهلا بكم من جديد. الحوار ما زال ممتد حول عمال مصر. في الفاصل الحقيقة الأستاذ محمد إبراهيم وكيل كان أشار إلى إشارة مهمة أود التأكيد عليها. نحن عندما نتحدث عن العمال في هذه الحلقة فإننا نتحدث عن عمال مصر، كل عمال مصر، لا نتحدث عن عمال قطاع خاص أو عمال قطاع عام أو أيا ما كانت الملكية، ولكن نتحدث عن العامل المصري أيا ما كان موقعه، لأن نحن نتحدث عن العامل المصري بمفهومه الأشمل والأعم. أستاذ صلاح، كان لك نص دقيقة طلبتها قبل الفاصل، تفضل. يعني بالتأكيد على رؤية حضرتك في أو تعليقك على الطرح بتاعنا. احنا نقابة الغزل والنسيج في 22/5 سنة 2007 عقدنا مؤتمر بالاشتراك مع أصحاب الأعمال، حضروا 250 صاحب عمل قطاع خاص لنناقش سويا مشاكل المهنة، مشاكل صناعة الغزل والنسيج، ولنخرج برؤية مشتركة برؤية مشتركة صعدناها لكافة المسؤولين في الدولة، في الصحف وفي التلفزيون، ورفعنا توصيات بعتناها لجنة الصناعة في مجلس الشعب، بعتناها لكل الدنيا حتى الرئيس. وده اللي أكدنا عليه، الرئيس. وده اللي مرة تانية بنلبسه حتى واحنا بنتكلم عن الرؤية أشمل من مجرد. أنا عايز صاحب عمل مالوش حجة عشان ياخد حقوقي منه. طيب هنا خلينا فيما يتعلق بمسألة الحقوق، وأنا هاخد الكلمة دي عشان ننطلق منها إلى الجزء آخر أو موضوع آخر. من الواضح وفقا حتى الأرقام اللي اتكلمنا عن 10,000 اعتصام، 1250 إضراب، وعلى الرغم من هذه الاعتصامات والإضرابات بعضها بيتكلم عن 5 عمال 3، يعني العدد شكله ضخم، ولكن الاحتجاجات فيها احتجاجات، هناك احتجاجات كبيرة وهناك احتجاجات صغيرة، ولكن هذا هو الإحصاء اللي مطروح واللي موجود لدى وزارة القوى العاملة بشكل أو بآخر. السؤال هو ليه زادت هذه الوتيرة؟ هل بتعتقد أن هو ده الشكل الأصح في التعبير عن المطالب؟ هل ده دلالة على ضعف التشكيلات النقابية اللي موجودة؟ أسمع منك أستاذ محمد. هو بداية أن عمال مصر جزء من العالم كله طبعا. موضوع التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي في برضه بعض السلبيات الكثيرة اللي أثرت على بيوت الناس، على أرزاق الناس، على مستويات الدخول في الناس. فالفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في فترة مساحة من الديمقراطية، فما كانش في المجتمعات المنغلقة أنها تسمح بالنظام ده أنه يحصل تعبير عن الرأي بصورة أو بآخر. لكن اللي احنا بنأكده أن كل القاعدة العريضة هي برضو زي حضرتك ما تفضلت بتحافظ على الإنتاج، ما بتحاولش تخرب أي حاجة إلا بعض الشواذ البسيطة اللي هي لا تذكر في مجتمع فيه 80 مليون. فهذه التحركات من القاعدة العمالية طبعا نتيجة للتأثير الاقتصادي. يعني حضرتك تتساءل عن انه واحد بيفقد وظيفة وابنه ما بيشتغلش والبيت كله فيه 3 4 ما بيشتغلوش، طب الوضع الطبيعي هيعبر بطريقة او باخرى. طبعا دي نتيجة الاعتصامات الكتيرة، وليس ان هم ضد البلد، بالعكس هم ما بيقربوش يعني. فبرضه النقابات متأثرة، يعني